ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت اعمل القهوة معاكم زي ما بيقولوا فنجان الروقان والفوقان. تمام. طيب حطيت معلقة ونص، دي كوباية بقى، انا خدت المعيار اللي هي الكوباية دي، كوباية مش فنجان. تمام. القهوة بحبها تبقى ايه كده، كيدز. المهم النهارده هاخدكم معايا في اليوم بتاعي هيبدأ بالليل، يعني احنا دلوقتي كده الساعة 10 بالليل، فاقول لكم انا هعمل ايه الساعة 10 من دلوقتي كده لبعد كده. بص يا ست الكل، هعلق على القهوة. تمام. ايه يا لولا ثواني، علقت على القهوة، هصبها في الكوبايه دي. حبيت ان انا اخد بصراحه كوبايه من الفنجان من النيش. بنتي عرفت الطريق السري للنيش، فربنا يستر، ربنا يستر. المهم بصوا يا حبايب قلبي، هنا كده البوتاجاز الحمد لله بتاعه نضيف. هنا بس الحله اللي سلقت فيها البيض. تمام. ودي بطايه طلعتها، قلت هعملها بالفريك، والحمد لله المطبقيه بتاعتي كنت خلاص يعني غسله وشايله الحاجات، بس دي كده كوبايات. الحوض بتاعي دي حاجه الفطار، عملتها لبنتي، فدي الطاسه والصينيه كنت حاطه فيها الطاسه، ودي ابني طبعا مطلعها فقلت هغسلها برضو، هما بيخربوا كده. المهم هظبط الدنيا دي. طبعا سمعتوا الصوت. طلع القهوه ماسكه بالشمال فايه كده، بنتي معايا في المطبخ فمش متهنيه بصراحه على حاجه. ودي كمان هنحطها في الحوض عشان نغسلها مع المعلقه. فدي كده كوبايه الفوقان والروقان. طيب في حاجات نزلت اجيبها، تعالوا برضه هوريها لكم. بصوا اول حاجه بصل. تمام. عشان عايزه اعمل حاجه بالبصل جبنا بصل. هنا جبت ازازه زيت. تمام. جبت التومين النهارده فجبت زيت. ماشي. وجبت مكرونه، جبت 3 مكرونه تحمير. ماشي. جبت 3 شعريه، ما كانش عندي شعريه فانا جبت ايه 3 شعريه اهو. وجبت 2 مكرونه قلم عشان المكرونه البشاميل انا لسه كنت عامله واحده، فدي هخليها كده للشهر يعني. هحتاج تاني انا عارفه، بس كده كده احنا في اخر الشهر فانا هجيب ان شاء الله يعني. تمام. دول اللي جبتهم من التومين من بطاقه فردين. ماشي. طبعا امبارح عشان كنت عايزه اعمل شعريه باللبن هعملها معاكم النهارده، فما كانش عندي شعريه فانا جبت شعريه من التومين، وجوزي لما كان عارف فهو جاب لي كيلو. بس بصوا، لا مش نظيفه خالص، لا بصوا مسوسه، بصوا مسوسه، فانا مش عارفه اخليه يرجعها. بصوا مسوسه، ايه ده؟ بصوا كده، ايه القرف ده؟ دي هترجع تاني كده، اللي جوزي بصراحه جابها فلا انا هخليه يرجعها، مش عايزاها. لكن انا بصراحه بحب اللي هي الشعريه دي، يعني بقالي فتره بتعامل معاها. جبت برضو من العلاف عشان قلت ايه امبارح ما كانش فيه شعريه، طب قلت اعمل رز بلبن برضو ما لقيتش رز، عندي رز بسمتي فانا ما كانش عندي الرز ده. جبت الرز ده، بصوا شكله حلو وفيه لمعه، والرزايه بتاعتها حلوه تخينه. كان في كيس بيتباع بنفس السعر وكيلو برضو، وبس ما كانش عاجبني مطفي كده وما كانش عاجبني. بحب كده الرز اللي بيبقى فيه لمعه وحبايه. فدي حبيتها، كان ب 30 جنيه الكيلو اللي انا جبته ده.
ماشي. وجبت كمان ب10 جنيه ورق لورا، وجبنا ربع قهوة. يعني انا كده خلاص ما عنديش قهوة تاني، فده كده ربع الاحتياطي. دي الحاجات اللي انا جبتها كده دلوقتي وانا وجايه. المهم هشرب الفنجان القهوه وبعد كده هرجع لكم تاني. وهنا بقى يا حبايب قلبي، بعد ما كلنا وعملت البط وعملت باميه جنبيها وكلنا وزي الفل، والارض بقى لسه عايزه المها بالمكنسه. تمام. فقلت ايه، اجي اعرفكم اخر الاخبار ايه. طبعا انتوا عارفين الفريزر بتاعتي باظت، اللي هو الديب فريزر. كل حاجه اللي جواها فكت. المهم الراجل جه النهارده بص عليها، احنا قلنا بقى الفريون، قلنا عايزه تتشحن كده يعني. فقالك لا، ده الموتور عايز يتغير، وعشان اغيره هيبقى ب5,500. فانتوا تتصلوا بالشركه احسن، عشان هي لسه في الضمان، لاني الضمان بتاعها 10 سنين، وانا جبتها تقريبا من 2018 او حاجه كده يعني، فهي لسه في الضمان. طبعا الشركة يوم السبت اتصلنا بيها الساعة 4، كانت خلاص قفلوا. يوم الحد اجازة، فعلينا وعليكم بخير يوم الاثنين ان شاء الله الساعة 9 الصبح كده اتصل بيهم واشوف الدنيا ايه رايحة فين. ولكن المشكلة انا اتبهدلت حرفيا، الحاجة كلها اللي في الفريزر فكت، ولا عارفة في مكان في الفريزر التانية بتاعت التلاجة. هقول لكم، بصوا دي الفريزر، تمام، ده الديب فريزر. بصوا كل حاجة فكة، كل حاجة فكة. بصوا ده كده خلاص على وشك، يعني كل حاجة فكة. احطها نظام بتسقع، بس انا قلت ايه عشان الحق ما تفكش خالص، فانا حطها هنا عشان تسقع، بس بتعمل صوت غريب. انا الفريزر دي داخله في 6 سنين تقريبا، فمش عارفه. هي الانوار مش بتقفل وتفتح زي ما انتوا شايفينها كده، لا، بس مش عارفه جايه ليه هنا كده، بس هي بتعمل صوت غريب. يعني بتيجي تقوم تلاقيها رجعت تاني، تيجي تقوم تلاقيها رجعت تاني. اهو بصوا الصوت ده. فانا بصراحه مش عارفه اتصل بايه، يعني الشركه لكم انا عملت ايه. انا عندي الدنيا اتبهدلت حرفيا، بعد ما كنت غاسله التلاجة ومخليها زي الفل من الكام يوم اللي فاتوا دول، اتبهدلت حرفيا. عارفين بقيت عامله ازاي؟ ادخل شويه هنا وارجع اجيب شويه هنا، واللي يتلج واللي يفك ارجع ارجعه الفريزر تاني، واللي يعني يجمد انزله تحت. على هذا الوضع طبعا اسفه صوتي بجد تعبانه قوي ومتضايقه من الحوار ده، متعب قوي ومهلك، وكل حاجه حاساها انها باظت. طلعت طبعا حاجات اللي عرفت اطلعها عند اختي فوق وحاجات تحت على حسب المكان، يعني عند ايه سلفتي. تمام. بس طبعا تعالوا نوريكم، ما تتخضوش، انا مش عايزاكم تتخضوا. بصوا كل دي بهدله من ايدي وباخد من هنا ومن هنا. فطبعا انا بعد ان شاء الله ان شاء الله ما الفريزر الديب فريزر عندي تتظبط، يعني هغسل تاني التلاجة. بصوا كده ما تتخضوش، باسم الصليب سموا. بصوا عماله احطها، بصوا هنا كده بالمنظر ده وهنا كده. بصوا الفريزر بقى هي اللي اتبهدلت، بصوا الحاجات ساحت وعماله احط وعماله بهدلت الدنيا اهو. بصوا انا هنا كده اللي بيجمد بنزله، واللي بيفك بقى برجع اطلعه تاني على هذا الوضع بقى لحد ما اشوف ايه حل للقصه دي. تمام. الفريزر اتبهدلت حرفيا حرفيا، وانا متضايقه قوي ان انا بعد التعب اللي انا تعبته بصراحه في سواء هنا او هنا كله راح على الفاضي. انا ما بصدق ان انا اعمل حاجه، عشان زي ما انتوا عارفين ان انا بشتغل، فانا مش فاضيه. فالحمد لله طبعا على كل شيء، الحمد لله الحمد لله. وفعلا حسيت بقيمه الديب فريزر عندي، كنت مستهونه بيها الصراحه، وقلت ان الادراج احلى وبتاع تذمرت بصراحه عليها، مش تذمرت،
ما كنتش حاسه بقيمتها، وكنت فاكره ان هي صغيره فهي لا، ده هي شالت كتير قوي عني، لا كانت شايله ومستحمله. ده درس ليا برضو. المهم الحمد لله على كل شيء، واللي يجيب ربنا كويس، وكل ده هنظبطه سوا. بصوا انا هسمعكم حاجه. لولي انت كويسه؟ لا ليه؟ سمولا حبيبي. لالا انت كويسه؟ لا سمولا حبيبي مالا، سلامتك يا عمري. واللي عملته ان انا عملت كل ده بالمكنسه، واصلا المكنسه نضفتها، شلت الكيس بتاعها وغسلته كويس ونضفته عشان يسحب معايا. ومنظر الفريزر هيتغسل، كل ده هغسله تاني، كل ده باظ. الحمد لله الحمد لله. والحاجات دي يا بنات علشان لما كانت بتبقى فيها تلج، فكنت ببقى مستعجله وعايزه اغسلها بسرعه، ما كنتش بسيبها تفك، فكنت بفضل اعمل بالبتاع اللي هي بتيجي معاها دي، مش عارفه اسمها ايه. فهي بالشكل ده. بس الحمد لله بقالها كام سنه، جبتها من 2018 بس كده. كل برضو هغسلها واتصل بالشركة واشوف بقى كل ده من ايدينا والبهدلة. الحمد لله. عملت بقى شوية شيبسي قبل ما اخش المعركة، عشان خاطر يعني عيالي يقعدوا كده يتلوا بعيد عني شوية، وانا سايبهم اصلا يعني برا بيخربوا الدنيا. المهم هنا كده عملت لهم شوية الشيبسي، حطيت لهم في الطبق ده. بص انا بحب احط للعيال في الطبق ده، انا اصلا واخداه من عند ماما. هنا كده انا حطيت توابل اللي هي بطعم الجبنه، شويه شيبسي بقى. بصوا عايزه اقول لكم حاجه جامده. المهم الطبق ده بحب احط فيه اي حاجه للعيال. البلاستيك مع الحاجه السخنه بيتفاعل ومش هيبقى حلو. ما ينفعش ان انا ادي برضو بنتي الصغيره ازاز، يعني انا هطلع لهم الطبق ده هيقع هيخبطوا فيه وكده يعني. فانا عامله حسابي، فانا بحب احط فيه يعني للعيال. هو شكله قديم بس احسن من البلاستيك، وما ينفعش برضو ان انا احطه لهم في ازاز. بس المهم كنت عامله اكل معاهم، والله طعمه حلو قوي، فاحسن من الموضوع الحافظه يعني. والله يا بنات انا مش هتجمل معاكم وكده، لا انا هوريكم كل حاجه على ارض الواقع. ويعني بصوا انا طالعه في ابهى صوره ليا. نيجي لفقره الغسيل. فده كده كان منظر الحوض بعد العزومه وبعد دربكه المطبخ. يعني انا عارفه ان هو مش قوي، بس هما شويه مواعين اصلا والدنيا هتبقى زي الفل. المهم انا هغسل هنا الكوبايات وبتاع وكده، كلكم عارفين غسيل المواعين، مش محتاجه ان اقول لكم يعني. بس انا يعني الفيديو في الحته دي انا حابه ان انا ادردش معاكم شويه. قبل ما اكلمكم، لو انتي ما حطيتيش لايك انزلي بقى اعملي لايك للفيديو، شجعيني زي ما انا بشجعك كده، وسيبي التليفون. ولو انتي بتعملي اي حاجه في البيت او تغسلي مواعين، هتروقي حاجه، هتطبقي الهدوم، سيبي التليفون وروحي اعملي كده، يعني تشجعي زي ما انا كده بتشجع. انا واحده يعني بصوا عايزين مثلا ادي نفسي باور ان انا اعمل حاجه، ببقى مثلا خلصانه ومش قادره او مكسله، اتفرج على فيديو لتنظيف اكني خدت جرعه باور رهيبة، احسن من كوباية القهوة كمان بالنسبة لي. بحب جدا او مايلة جدا لفرجة التنظيف والرغاوي بقى وكده. فبس انا مش بحب ان انا اصور روتين، دي مشكلة. انا احب اتفرج بس مش بحب اصور، فبحاول ان انا اشجع نفسي. وزي ما انا بحب يعني اتفرج وكده. ودي فعلا حاجة بتديني طاقة ايجابية جدا، ولاحظتها عليا قوي اني نفسيتي تكون متحسنة طول ما المطبخ والشقة كلها نظيفة. بجد دي من اكتر الحاجات اللي هي بتريحني نفسيا. بصي بقى الحركة دي يا ريت كلنا نبقى عندنا نفس الحركة دي ونكون مخلصين كده بالسرعة دي. المهم بجد مش عارفة اصور معاكم روتين ولا لا، بس انا من الناس اللي بحب جدا جدا اتفرج على فيديوهات الروتينات.
وهنا بقى بعد ما حمرت البطاطس رحت غاسله برضو البوتاجاز. الحاجات اللي في العيون دي مش بتطلع، مش عارفه، مش بتطلع، حتى عملت لها كربونات وملح ليمون وكده ما بتطلعش. فالبنات اللي هتيجي هتقول لي بقى انت ليه حاطه ورق المونيا او المونيوم، مش عارفه انتوا بتقولوا عليه ايه. بصوا هو انا ما كنتش حاطه، تمام، ولكن في فتره لما كان عندي ضغط شغل، فطبعا ايه جوزي ربنا يخليه كده ويديه الصحه، كان لما يحب يفطر او هيعمل حاجه مثلا للعيال، وانا شغاله عشان بنزل الصبح بدري، كنت بسيب البنت نايمه، كان ممكن يعملهم بطاطس محمره. ما ادراكم بقى البوتاجاز طول ما انا في الشغل انا مش يعني يا دوبك اجي اخلص اللي ورايا اكل او كده او حاجه في البيت وبس، ما بعرفش اعمل بقى ايه، لازم ايدك على البوتاجاز يوميا، تغسلي المواعين بالبوتاجاز. فده كان بيسهل عليا، علشان خاطر هو بصراحه بيحب يعني ما كانش صينيه الزيت تفرقع من كل ناحيه. حتى الورق ده، الورق ده ما كنتش حطاه، كنت مخليه كده على السيراميك عادي. لقيته ان انا كنت لسه غسلاه بقى في شهر 1 او في شهر 12، اخر 12 او نص 12 كنت لسه غسلاه، وانا بالصدفه كده قلت ايه بعمل البوتاجاز وقلت اغسل الحيطه الناحيه دي كده، عيني سرحت شويه لفوق لفوق، لقيت كله زيت ودهون. مش عارفه بسبب ان الشفاط مش بيشفط حلو يعني قوي. بس هو انا عارفه ان هو بيحب يفرقع الدنيا، يعني ممكن يجيب شويه ميه ويحطها على الزيت كده، يعني لازم يحس بالطرطشه كده، هو كده بيرتاح نفسيا. فدي بتخنق انا وهو كتير عليها، ابقى لسه غاسله البوتاجاز ويبهدل الدنيا. فانا رحت حطيت دي بصراحه وحطيت ده، يعني غسلته تاني، غسلته من كام يوم وقمت حاطه الورق ده اول ما تعبت بقى وزهقت يعني. لان الوضع عندي صعب هنا ان انا اطلع وانزل، صعب يعني عشان المكان ضيق، فصعب ان انا احرك البوتاجاز اصلا او اشيله من هنا او هنا. بس فانا ايه حاطه الورق عشان كده، وعلشان ما حدش يقول لي خطر ولا بتاع، فانا مفرغه المكان اللي هو بتاع الفرن ده اللي بيطلع منه الصهج او معرفش البخار، مادام الفرن شغاله يعني. فانا فتحتها من هنا اهو، وبكده الحمد لله الحوض بتاعي حلو زي الفل كده، انا هرتاح نفسيا. فاضل بقى الفريزر، الديب فريزر هروح اغسلها وهرجع اوريها لكم، بس الاول افضي الغساله وهنشر الغسيل واحط حطه تانية واسيبها تشتغل واروح اغسل الديب فريزر.